السلام عليكم احبابنا في الله، خوتي خواتاتي، كنتمنى دائما تكونوا في احسن حال ويوصلكم فيديو ديالي في احسن حال وفي احسن ظروف ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. جبنا لكم هذا المشروع هذا اللي كيتواجد في واحد موقع استراتيجي جا منفصل مع الثانويه. هنايا ما عندكمش الفيزافي، يعني واحد الاطلاله اللي هي رائعه. هنايا هذا المشروع هذا بالنسبه للمكتب ديالهم راه كاين في عين المكان، يعني المكتب كاين في المشروع في وسط المشروع. بالنسبه للشقه النموذجيه ما عندهمش، لان مشروع اللي هو صغير ما فيش بزاف د السكان، وكما كتشوفوا في الصوره فيه غير الطابق الاول والثاني وفيه المحلات التجاريه من التحت. اذا هذا المشروع هذا بالنسبه للطابق الاول عندكم الثمن ديالو 11,000 درهم اللي هو 1,020,000 ريال. الطابق الثاني 12,000 درهم اللي هو 1,040,000 ريال. هذا المشروع هذا بالنسبه كيتباع المتراج، المساحات فيهم من 70 حتى ل 107. بالنسبه للشقق ديال 70 تقريبا تباعوا كاع هادو اللي في الواجهه، ولكن باقي شي حاجات على الداخل يعني كيطلوا على الاقامه. بالنسبه للمشروع راه الاشغال تبارك الله راه بادين، راه بداو في الحفير بوضع الاساس كما كتشوفوا. وبالنسبه للارقام الهواتف انا غادي نحطهم لكم هنايا، وإلا بغيتوا يعني تواصلوا راه النمره التحتانيه هي اللي غادي تجاوبكم عليها المكلفه بالمكتب، اللي هي الرقم هذه نبينها لكم، ماشي هذه تحت منها اللي هي 06 هذه تبان لكم 0666 73 73 64. هذه تجاوبكم السيده المكلفه بهذا المشروع هذا. وبالنسبه لاي معلومات ما قلتها لكم شيء انا في هذا الفيديو هذا تواصلوا معها، هذه تزودكم بجميع المعلومات. اذا هاد الشقق هادو فيهم جوج الغرف، صالون مطبخ حمام، كما قلت لكم من 70 حتى ل 107. وعندكم البليصه ديالكم في يعني السوسول، هذه يكون عندكم بليصه ديالكم. وبالنسبه للمفاجاه اللي هي الاتعاب ديال الموثق عليهم هما، يعني ما غاديش تخلصوا الاتعاب ديال الموثق، هذا يكون على اصحاب المشروع. بالنسبه لهذا المشروع هذا كما قلت لكم كيتواجد في واحد الموقع استراتيجي جا ما بين هذه الزنقه هذه سميتها زنقه الرباط. راه هذه البلاصه اللي جايين منها هاد السيارات راه الشارع الكبير تما سميتو شارع طارق بن زياد اللي كيدي للحي الرياض. بالنسبه للجهه اللي توجهوا لها هاد السيارات لتحت شارع محمد الخامس اللي كيتعتبر حتى هو اكبر شارع، يعني واحد الشارع كبير في مدينه تماره، كيتواجد في وسط مدينه تماره. هذا المشروع هذا كما قلت لكم مشروع صغير ما فيش سكان بزاف، جا متول هاد كما كتشوفوا العماره كيفاش دايره او الشقق كيفاش دايرين، وفيهم كراجات كذلك محلات تجاريه للبيع. بالنسبه للمساحات ديال هاد الكراجات من المساحه اللي كتبدا من 18 متر حتى 37، والاثمنه على حسب، ما يمكنش نقول لكم اثمنه ديال المحلات لان كاينين شوكيه، كاينه لداخل، كاينه اللي جات في الجنب، يعني تواصلوا معهم هكذا باش يزودوكم بجميع المعلومات. بالنسبه كما قلت لكم هذا المشروع هذا راه الاتعاب ديال الموثق على صاحب المشروع هو اللي غادي يتكلف بهم. وهنا كنعت لكم بان هذاك الشارع هو شارع طارق بن زياد الا بقيتوا غاديين معاه حتى لتحت. وبالنسبه للجهه الاخرى راه هو شارع محمد الخامس. هذا المشروع هذا كما قلت لكم راه كيطل على كيشوف الثانويه. وهذا الزنقه هذه سميتها زنقه الرباط، يعني واحد الموقع قريب لكم كل شيء، جميع المرافق الضروريه ديالكم قرابين لكم. ولا هبطنا كما قلت لكم شارع محمد الخامس تما كاين اسواق السلام، كاين كارفور، كاين ديكاتلون، كاين هذا يعني اسواق تجاريه كبرى. كما قلت لكم كيطل على الثانويه اللي هي مدرسه ديال المخزن، ومشروع متكامل. وبالنسبه للثمن راه كاينين بعض البلايص اللي كيكونوا الثمن اكثر من هذا الشيء، وبالنسبه للثمن مناسب لان الموقع هو اللي كيتحكم في الثمن كما قلت لكم. اذا اي معلومات باقي محتاجين في يعني معلومات بغيتوا تستافدوا، بغيتوا تعرفوا شي حاجه ما قلتهاش انا في هذا الفيديو هذا، تواصلوا
الرقم اللي حطيت لكم، وغادي يزودوكم بجميع المعلومات. بالنسبه للشقه النموذجيه ما كايناش، ولكن الا تواصلتوا معهم غادي يصيفطوا لكم البلان ديال المشروع كيفاش غادي يكون وكيفاش الشقه اللي بغيتوها، يعني غادي يزودوكم بجميع المعلومات اللي غادي تحتاجوها. اذا نتمنى هذا الفيديو يوصلكم في احسن الظروف، وما تنساوناش دائما من الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه باش هكذا تكونوا دائما نتوما اللي كتوصلوا بهذا الفيديو قبل الاخرين. اذا خليتكم على خير، بسلامه.